شوف، الأمازيغية هي ماضي وحاضر شمال أفريقيا. ليست مجرد لغة، هي التاريخ وهي الأصل وهي العادات والتقاليد اللي كنعيشوها كمغاربة في تفاصيل حياتنا اليومية. ليست مجرد لغة، ليس من الضروري أنه تكون من سوسة والريف أو قبائل الأطلس، وماشي من الضروري أنه يكون شي واحد من أفراد العائلة اللي كيتسمى توفيتري أو أنير أو أريناس، يكفي فقط أنك تتأمل في بعض المصطلحات المتداولة لكي ندرك ماذا تشد الأمازيغية في المغاربة. وإلا خدينا مثلا أسماء المدن والمناطق المدعية جهلا للعروبة، فأزمور تعني الزيتون البري، وتطاوين كتعني العيون الكثيرة، وقرسيف كتعني ما بين الوديان نظرا لتضاريسها. كما نجد كالا ومعناها الأرض المنخفضة، فلان ديال من والقفطان ديال من كيتعتبروا من التراث الأمازيغي. المطبخ كذلك نجد الكسكس والطاجين من ذوي الأصول الأمازيغية. الاحتفالات كذلك فهي ذات طابع أمازيغي. الأعراس كنلقاو الطقوس معروفة عند المغاربة بحال الحنة والعمارية ديال من الأصل ديالها راه أمازيغي، وغير هذا كثير. مرورا كذلك باحتفالات عيد الأضحى كبوج اللود أو سبع بولبطاين، راه الأمازيغ هما اللي معروفين بهذه الأمران. ليست مجرد لغة، وبالتالي في الأمازيغية هي هوية وتراث وأرض وإنسان ظل شامخا رغم كل التحديات. وإذا كانت الفلسفة كتختلف عنصر تحديد هوية الإنسان بين الأرض والثقافة، فإن كليهما ينطبقان على أمازيغية إنسان شمال أفريقيا. فأمازيغ لغة تعني الرجل النبيل الذي لا يرضى الذل والمهانة، واصطلاحا فهو إنسان شمال أفريقيا الذي قاوم الرومان والهكسوس والإيبيريون واستقبل الإسلام بصدر رحب.